كل شخص حبيته اتوفى بنفس المرض الغامض. أولهم كان خطيبي أيام الكلية. كنا مع بعض بقالنا سنة لما أعضاؤه الداخلية وقفت فجأة من غير أي مقدمات. كان عنده 22 سنة وبيعشق الرياضة والجري، وفي خلال شهر كان بيغسل كلى، وفي خلال شهرين رئته توقفت وتوفى. الدكاترة فضلوا يكرروا كلمة مجهول السبب، واللي عرفت بعدين إنها مجرد كلمة معناها إحنا مش فاهمين حاجة. بعدها ب11 شهر أخويا الصغير أغمى عليه في شغله. نفس المرض البطيء، نفس الحيرة عند الأطباء، ونفس الكلمة. وبعده صاحبتي اللي كانت معايا في سكن الجامعة، وبعدين عمتي اللي كنت بحبها. كلهم ماتوا بفشل في الأعضاء محدش قدر يفسره. لما وصلت سن ال30 بقيت متأكدة إن في حاجة غلط بسببي، مش مرض في جسمي، حاجة في روحي. كأني أوضة مقفولة الناس بتدخلها وما بتخرجش منها أبداً. عشان كده قررت ما أسمحش لأي حد يقرب مني تاني. لما اتجوزت محمود كنت بحبه أكتر من إن أبعد عنه، بس بنيت بيني وبينه حيطان. كنت بنام في أوضة الضيوف وما بقيتش أحضنه أكتر من تانية. هو كان فاكر إني بعاقبه على حاجة هو عملها. وفي ليلة قعد على طرف السرير وقال لي: هو أنت ليه أصلاً اتجوزتيني؟ أنا ما قدرتش أقول له الحقيقة. أكيد لو قلت له كان هيفتكرني مجنونة. لحد ما اتولد ابننا، وكل الحيطان اللي بنيتها انهارت في لحظة. ما قدرتش أقاوم. كنت بشيله طول الليل وأنام وهو على صدري، وأدفن وشي في شعره. محمود كان بيقف عند الباب ويقول لي بصوت هادي: بتنامي حضناه طول الليل، بس مش راضية تسيبيني حتى أحط دراعي عليكي. هو أنا عملت إيه عشان ما أستاهلش اللي بتديه لابننا؟ ما كانش عندي رد. ابننا كمل 4 سنين، وبعدها بدأ يتعب. ظهرت كدمات في جسمه، وبعدين بطل ياكل. التسلسل ده أنا حافظاه، شفته 4 مرات قبل كده. في المستشفى كنت بترجاهم يلاقوا السبب. عملوا كل الفحوصات، كبده كان بيفشل وما عندهمش تفسير. مجهول السبب، الكلمة دي تاني زي باب بيتقفل في وشي. دكتورة الأمراض المعدية هي الوحيدة اللي سألت السؤال اللي محدش فكر يسأله لي قبل كده. هي اللي ربطت بين كل الحالات وطلبت تعمل لي تحاليل نادرة. قالت لي: لازم نعمل لك تحليل، ممكن تكوني حاملة للمرض من غير ما تظهر عليكي أعراض. وطلعت فعلا كده. أنا شايلاه في دمي من غير ما أحس. أنا كنت حاملة لمرض نادر جدا بيفضل ساكن في الجسم سنين من غير أي أعراض. والسبب الوحيد إن جوزي لسه عايش وقاعد بره في صالة الانتظار هو إني قضيت 6 سنين بعامله زي الغريب. بس الوقت كان فات بالنسبة لابني، أعضاؤه كانت خلاص اتدمرت. قعدت على السرير جنبه ومسكته زي ما متعودة وقلت له إني أسفة. كان أضعف من إنه يرد، فضل يبص لي بعيون واسعة لحد ما النور اللي في عينيه انطفى. محمود كان واقف عند الباب والدكتورة بتشرح له السبب، إن بعدي عنه كان السبب الوحيد اللي حافظ على حياته. محمود قرب مني وقال ببطء وهو بيستوعب الصدمة: أنتِ جمدتي مشاعرك وبعدتي عشان تحميني، ولما حبيتيه بالطريقة الصح قتلتيه. أنا ما قدرتش أتكلم، وتوقعت خلاص إن دي النهاية بينا. بس هو ما مشيش، وده الجزء اللي محدش بيصدقه. محمود فضل ساكت فترة طويلة، مفيش دموع، مفيش كلام. افتكرت إنه هيمشي، لكنه بعد دقايق رجع قعد جنبي لأول مرة من سنين.